في الآية رقم 102 من سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا عن قصة ملكين أثاروا فضول البشر على مر العصور، اتحكت حواليهم حكايات وأساطير عبر الزمن. فيا ترى مين هم هاروت وماروت؟ وليه ارتبط اسمهم ببابل والسحر الأسود؟ وإيه علاقتهم الحقيقية بنبي الله سليمان عليه السلام؟ أهلا بيكم، وتعالوا نغوص النهاردة في اللغز هاروت وماروت. قصتنا بتبدأ في واحدة من أعظم حضارات التاريخ القديم، مدينة بابل. المدينة دي كانت متمركزة في أرض العراق قديما على ضفاف نهر الفرات، وتحديدا على بعد حوالي 85 كيلو جنوب بغداد. بابل ما كانتش مجرد مدينة، دي كانت عاصمة ومركز ديني وتجاري وعلمي، قبلة للناس في كل أنحاء العالم القديم. كانت بتخطف الأنظار بمعابدها وأبراجها الشاهقة، وأشهرهم برج بابل المذكور في كتب التاريخ، وحدائق بابل المعلقة اللي اتصنفت كواحدة من عجائب الدنيا السبعة. ورغم شهرة بابل بالعلم والفلك والرياضيات والهندسة، إلا أنها كانت بتخفي في شوارعها سر مظلم: السحر والشعوذة. المجتمع البابلي وقتها كان منقسم 3 طبقات: الكهنة والحكام في القمة، تحتهم التجار والصناع، وفي القاع عامة الناس. الكهنة استغلوا مكانتهم دي أسوأ استغلال، وبدأوا ينشروا السحر بين الناس لحد ما تحول لأسلوب حياة. وبقى العادي إن أي شخص تواجهه مشكلة مهما كانت بسيطة يلجأ للساحر أو كاهن عشان يحلها، لحد ما وصل صدى الفساد لأعظم ملوك الأرض، نبي الله سليمان بن داود عليهم السلام. سليمان ما كانش مجرد ملك عادي، ربنا وهبه ملك لا ينبغي لأحد من قبله ومن بعده. في عهده وصلت مملكة بني إسرائيل لذروة قوتها، وامتدت من القدس لأجزاء واسعة من الشام. كان بيمتلك جيش أسطوري من الإنس والجن والطير، كلهم تحت إمرته وبيساندوه في نشر العدل والتوحيد في الأرض. ربنا سخر لسليمان معجزات مبهرة، كان بيفهم لغة المخلوقات، وسخر له الريح تجري بأمره، والجن بيبنوا له القصور ويغوصوا في أعماق البحر عشان يستخرجوا اللآلئ، واللي يعصي أمره منهم كان بيتعرض لعذاب شديد. ولما وصلت أخبار بابل لسليمان، عرف إن السحرة هناك نوعين: نوع بيعتمد على الخدعة البصرية، ونوع تاني أخطر بيتعامل مباشرة مع الشياطين. الكهنة دول كانوا بيدعوا علم الغيب، لأن الشياطين كانت بتسترق السمع من السماء وتخطف الأخبار من الملائكة وتوصلها للكاهن، والكاهن الشرير يضيف على الكلمة الصح 100 كذبة من عنده. ولما الناس العادية كانت بتشوف حاجة واحدة اتحققت، كانوا بيسلموا عقولهم تماما للكهنة، وواحدة واحدة بعدوا عن التوحيد وغرقوا في مستنقع الخرافات والشرك. لكن الكارثة الحقيقية بدأت بعد وفاة النبي سليمان عليه السلام. بمجرد ما الشياطين اتأكدت من موته، قرروا ينتقموا من البشر كلهم، وبدأوا ينشروا إشاعة خبيثة بين الناس إن سليمان ما كانش نبي ولا حاجة، وإن ملكه وقوته العظيمة دي كانت كلها من سحر أسود. ومن هنا انطلقت شرارة الفتنة. ورغم إيمان الجيل اللي عصر سليمان بنبوته، إلا أن وساوس الشياطين بدأت تتسلل لقلوبهم، ومع مرور الزمن مات الجيل القديم وظهر الجيل الجديد. الجيل ده كان فريسة سهلة للشياطين، اللي أقنعوهم لو عايزين تتأكدوا احفروا تحت عرشه القديم وهتلاقوا سر قوته. وبالفعل مجموعة منهم حفرت وخرجت كتب السحر المدفونة، وعشان الشياطين تدي مصداقية للكذبة أوهموهم إن الكتب دي من تأليف آصف بن برخية وزير سليمان اللي جاب له عرش بلقيس، وادعوا إنه كان من الجن. الناس صدقت وانتشرت الكتب دي زي النار في الهشيم، ورجعت بابل لسابق عهدها. اليهود بقوا يعلموا الناس السحر على انه علم سليمان، وبقوا يكتبوا في مقدمة كل كتاب سحر: هذا ما كتبه آصف بن برخية للملك سليمان. افتروا على نبي الله، وغرقت المدينة المتقدمة في بحر من الشعوذة. وهنا كان لازم السماء تتدخل بحدث فريد من نوعه لكشف الحقيقة للناس. نزل بأمر الله ملكين مختارين: هاروت وماروت. كلمة هاروت جاية من هار يعني تهدم وسقط، وماروت جاية من مار يعني تحرك واضطرب. أسمائهم كانت بتعكس وظيفتهم: هدم الباطل وزعزعة عقائد السحر الفاسدة. الملكين نزلوا بابل، وعلى عكس المتوقع ما نزلوش ينهوا الناس عن السحر بشكل مباشر، وإلا كان ربنا أرسل نبي وخلاص. حكمة ربنا كانت إن الملكين يعلموا الناس السحر. ليه؟ عشان يقدروا يفرقوا بنفسهم بين السحر والمعجزة. الإمام الرازي فسر ده بأنهم كانوا بيعلموا الناس السحر زي ما بنعلم الطبيب السم، مش عشان يستخدمه لكن عشان يعرف يحمي الناس منه. كان هدفهم تعليمي وتوضيحي، يثبتوا إن السحر مش من علم سليمان ولا الأنبياء. وكان منهجهم في التعليم صارم، ما كانوش بيعلموا حد حرف واحد إلا بعد ما يحذروه تحذير شديد اللهجة، ويقولوا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. اختيار الملائكة للمهمة دي كان حكمة إلهية، لأن الملائكة
الملائكة معصومين، فمفيش خوف انهم يستخدموا العلم ده في الشر. ونزولهم اكد ركن عقائدي مهم جدا، ان اي ضرر من السحر ما بيحصلش الا باذن الله، زي ما الايه بتقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الملاكين اقاموا الحجة على البشر، كشفوا حقيقة السحر، وبقي الاختيار للناس، اما طريق الله أو طريق الوهم. الملاكين علموا الناس أنواع خطيرة جدا، أهمها سحر التفريق اللي ذكروا القرآن صراحة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وده الأخطر لأنه بيهدم الأسرة والمجتمع، وبيحول الحب لكراهية. وعلموهم سحر التخيل لخداع الحواس، وسحر الأمراض اللي بيدمر صحة الإنسان. وفي كل مرة كانوا بيوضحوا للناس أساليب السحرة عشان يميزوها عن المعجزات. وبعد ما الملاكين أتموا مهمتهم صعدوا للسماء مرة تانية زيهم زي أي ملك بيخلص تكليف إلهي. ودي هي القصة الحقيقية في الإسلام. لكن القصة ما وقفتش هنا. اليهود اللي عصروا الحدث ده حرفوا القصة وألفوا أساطير لا أساس لها من الصحة، وللأسف انتشرت وصدقها ناس كتير لحد النهاردة. أشهرها هي أسطورة الزهرة. الأسطورة دي بتقول إن الملائكة بعد موت سليمان انتقدوا ذنوب البشر، فربنا قال لهم لو ركبت فيكم شهوات البشر هتعصوني زيهم. فالملائكة اختاروا أصلح ملكين فيهم، هاروت وماروت، ونزلوا بابل عشان يحكموا بين الناس، مع تحذير من القتل والزنا وشرب الخمر والشرك. وبتقول الأسطورة إن في ليلة الملاكين نطقوا اسم الله الأعظم وصعدوا للسماء. سمعت بيهم امرأة فائقة الجمال واسمها زهرة. زهرة طمعت في السر وغوت الملاكين، اشترطت عليهم عشان تسلمهم نفسها انهم يسجدوا لصنم او يقتلوا نفس او يشربوا الخمر. الملاكين استسهلوا شرب الخمر فشربوا وفقدوا عقلهم ووقعوا معاها في الرذيلة. ولما شافهم راجل وهددهم بالفضيحة قتلوه. زهرة ابتزتهم لحد ما قالوا لها اسم الله الأعظم، وبمجرد ما نطقته صعدت للسماء، فمسخها الله لكوكب اللي هو كوكب الزهرة. أما الملاكين أجنحتهم ما شالتهمش وفضلوا في الأرض يتجوزوا ويخلفوا. ولما حسوا بالذنب راحوا للنبي إدريس عليه السلام عشان يشفع لهم. ربنا خيرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا واتربطوا بجنازير مقلوبين في بير عميق في بابل. الدخان بيضرب في وشهم والمية بينهم وبينها سنتيمترات ومش قادرين يشربوا، ومكملين على العذاب ده ليوم القيامة. وطبعا في أساطير تانية في الكتب الزرادشتية والهندية بتقول إنهم آلهة هبطوا من السماء، وقصص تانية بتقول إنهم قتلوا بعض بسبب الست دي. لكن بصمة اليهود فضلت هي الأشهر. المفارقة العجيبة إن اليهود فضلوا مقتنعين إن نبي الله سليمان ساحر لحد ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم في المدينة المنورة سألوا النبي محمد عن سليمان، ولما قال لهم إنه نبي ضحكوا باستهزاء وقالوا له ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحرا. وهنا نزلت الآية 102 من سورة البقرة عشان تبرأ نبي الله سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية حسمت الجدل ووضحت ان الملاكين نزلوا فتنة واختبار، وان السحر كفر قطعي. ورغم التوضيح ده اليهود برضو فضلوا مستمرين في نشر كذبهم، وظهرت احاديث مكذوبة منسوبة زورا لسيدنا علي بن ابي طالب وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان كده زي ما قال الامام الطبري المفروض نكتفي بما جاء في القرآن بدون اي زيادة او نقصان. بكده نبقى خلصنا. لايك وسبسكرايب عشان اشوفك الاسبوع الجاي. سلام.